السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الفينو بطريقة سهلة وهش وطري وخفيف ان شاء الله. يلا نقول مع بعض المقادير بتاعتنا. معايا كيلو دقيق، علبة زبادي، ده من الزبادي اللي احنا كنا عاملينه في البيت مع بعض، ودي معلقة قشطة لو متوفرة عندك. عندي هنا 3 معالق كبار زيت، عندي كوباية مية دافية للعجن، ومعلقة ونص كبار خميرة، ومعلقة كبيرة سكر، معلقتين لبن بودرة، معلقة كبيرة بيكنج باودر. هستغنى عن محسن الخبز بمعلقة كبيرة خل. وهنا معايا ربع كوباية مية دافية برضو، هحط علشان انشط فيها الخميرة. حطيت على الدقيق رشة ملح، هنا بقى هاخد الدقيق بتاعي حطيت عليه رشة ملح، احط معلقتين كبار مليانين لبن بودرة. لو حابة تحطيهم، حابة تستغني عنهم، هما بيدوا طعم حلو للمعجنات وقيمة غذائية زيادة. معلقة بيكنج باودر، واقلب الحاجة بتاعتي كويس. انزل بقى بعلبة الزبادي، ممكن تعجني بدل ما تعجني بمية تعجني بلبن، بس برضو يكون دافي. كمان هنزل بالزيت، وحوالي معلقة كبيرة خل. هنزل بقى بالخميرة بتاعتي اتفعلت اهي. هنعجن بقى، وجنبنا طبعا المية بتاعتنا، مش هنقدر بقى نحدد كمية المية الا لما نخلص، لان ده طبعا زي ما احنا عارفين بيختلف نوع الدقيق من نوع للتاني. ابتدي بقى اضيف المية بتاعتي حبة حبة، انا حطيت كده كوباية مية، وجنبي مية دافية تاني عشان لو احتاجت. انا كده احتاجت مية تاني. انا العجينة بتاعتي بتبقى طرية وملزقة شوية. كده انا اهو عجنتها، هنزل بيها بقى على الرخامة بتاعتي. كده انا مش هحتاج مية تاني. ابتدي بقى افرد والم كده. هي العجينة طبعا انتوا شايفين انها ملزقة، هي هتلم، وانا محتاجة التلزيقة بتاعتها دي. هفضل اعجن فيها بقى حوالي 7 دقايق او 10 دقايق. طبعا انتوا شايفينها اهي ماسكة في ايدي. هنشوف بعد ما اخلص عجن هيبقى شكلها عامل ازاي. اهو كده اهو، بصوا شكل العجينة بعد ما قعدنا نعجن فيها. بصوا ايدي بعد ما كان شطان فيها العجين اهو كده. بقى انا خلصت، هحطها بقى. بصوا هي تلاقوها برضو ايه عجينة ملزقة، انا عايزاها كده اهي. لمت ولونها فتح وبقت ناعمة خالص وملسة. هسيبها بقى تخمر، وبعد ما تخمر نشوفها نشكلها وهنعمل فيها ايه. دلوقتي هتتلم كده
المنظر ده، ونحطها ونغطيها بكيس وفوطة نظيفة ونسيبها تخمر في مكان دافي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بقى كده العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. كده بقى ههبط العجينة بتاعتي. هنا بقى كده اهو، ابتدي اعملها على شكل رول كده اهو. بالمنظر ده. معايا بقى سكينة، ابتدي اقطع الحجم بقى اللي انا هعمله. عايزة صغير عايزاه كبير. انا هعمل كمان من العجينة دي كايزر. تمام. كل بقى قطعة كده وامسكها اكورها واحطها. انا هعمل صغير يعني الفينو صغير. واحطهم على جنب. كده انا خلصت اهو. كورت كل العجينة بتاعتي، قطعتها بالشكل ده. حاولت ان يكون نفس الحجم، عملت منه الكبير وعملت منه الصغير، يعني دي كور كبيرة شوية وعملت منها كور صغيرة عشان يبقى فينو صغير شوية. وهغطيها علشان وانا بشكلها يعني ما تعملش قشرة. هنا دول انا عملتهم شكلتهم كور كبيرة شوية قد البرتقانة علشان اعملهم كايزر. كده انا هحطهم في صينية واضغطهم بالشكل ده، وسايبه بينهم طبعا فراغات كبيره لان لسه هتخمر اهو. اضغطها بس شويه كده بالشكل ده. كده انا هسيب بقى الكايزر ده هغطيه برضو واسيبه يخمر ونشكل الفينو بتاعنا. كده بقى انا هبتدي بكوره كوره اهي. دي اول واحده ارتاحت، هبتدي بقى افردها. هفردها بسمك نص سنتي، يعني مش هرققها خالص. تمام بالمنظر ده كده. وابتدي بقى ايه الفه. تمام بالشكل ده. واجي هنا مطرح ما قفلت اقفلها كويس عشان ما يفتحش مني بالمنظر ده، واحطه على المكان اللي انا قافلاه منه في الصينيه بتاعتي. اهي دي واحده تانية. بالمنظر ده. لو عايزه لو حابه تحشيه ممكن تحشيه برضه. بصوا انا عاملاه صغير خالص. وهحطه برضو على المكان اللي انا قفلته في الصينيه لحد ما اخلص الكميه بقى بتاعتي. لو عايزه بقى تعمليها محشيه هفردها برضو عادي زي انا هعمله زي سندوتش جاهز. تحشيه الحشوه اللي انت عايزاها، جبن اي حاجه.
الحاجة اللي تحبيها حطيها او الحاجة المتوفرة عندك. هنا انا هحط جبنة بيضة وهلف عادي بالمنظر ده كده اهي، بقفل عليها كويس والف عادي واقفل كويس من الجناب علشان ما يخرجليش من الناحية التانية في الفرن بالمنظر ده كده. انا بقى هسيب الحاجة بتاعتي بعد ما عملتها بالمنظر ده، هسيبها تخمر، اغطيها واسيبها تخمر وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وده شكل الحاجة بتاعتي بعد ما خمرت اهي، وهو الكايزر بتاعي ما شاء الله خمر ارتفع وهيعلى تاني في الفرن. دلوقتي بقى انا هجهز الحاجة اللي هدهن بيها الوش. هنا معايا معلقة صغيرة لبن بودرة، رشة نسكافيه ومعلقة صغيرة سكر، وهدوبهم بمية حوالي معلقتين مية بالمنظر ده كده. هبتدي بقى الحاجة بتاعتي ادهن وشها وادخلها على فرن درجة حرارته 200. هقرب على الشبكة وهقربها شوية تحت، هقربها شوية من الصاجة. هدهن بقى وش الحاجة بتاعتي كده بالراحة علشان ما تهبطش مني عشان الهواء والتخمير بتاعها. بالمنظر ده كله. وبرده الكايزر بتاعي هعمل معاه نفس الطريقة، بتدي يعني السكر مع اللبن البودرة مع رشة النسكافيه او البن، بتدي لون ذهبي كده غامق بيبقى شكله حلو. هدهن برضو الوش بالراحة خالص عشان الحاجة بتاعتي. انا هرش بقى الوش سمسم او حبة البركة اللي تحبيه بالمنظر ده، وهدخلها زي ما قلتلكوا على درجة حرارة 200 قريبة على الشبكة، وهقرب الشبكة من الصاجة، يعني اخليها على الرف اللي فوق الصاجة على طول. اول ما ياخد لون ذهبي خفيف من تحت هطفي الفرن واشغل الشواية تاخد لون من فوق وبس كده واطلعه كده. بقى انا هخلص وادخله على الفرن كده. وتوته توته فرغت الحدوته، ادي الكايزر بتاعنا. بصوا ما شاء الله، بصوا هش ازاي، بصوا من جوه، بصوا من جوه عامل ازاي، هو لسه سخن. بصوا عامل زي القطن، بألف هنا وشفا. كمان شوفوا الفينو بتاعنا شكله عامل ازاي، ما شاء الله شكله تحفة. بصوا بصوا لونه من تحت عامل ازاي، بصوا برضو خفيف خالص وهش ومن جوه قلبه زي القطن. بصوا بسم الله ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون كانت الطريقة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة وما خدتش مني اي وقت. طلع احسن طبعا كمان من الافران. هي الافران مش يعني مش هتخدمهولك كده. انت حاطه فيه عجناه بلبن وزبادي ولبن بودره،
خدماه بمعنى الكلمة، مدياله فايدة صح. دي كانت طريقتنا النهاردة في الفينو. يا رب يكون الفيديو كان عجبكم وكان مفيد. يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة. شكرا لمتابعة المشاهدة. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش طبعا الدعم، اللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.